السلام عليكم. في بعض الأوقات يكتشف الإنسان حقيقة واحدة فقط، لكنها تكون كفيلة بأن تهدم سنوات طويلة من الثقة والحب في لحظة واحدة. أنا اليوم قررت أتكلم بعد فترة طويلة من الصمت، ليس لأنني أحب إثارة الجدل أو أبحث عن تعاطف أحد، لكن لأن هناك أموراً وصلت إلى مرحلة لم أعد أستطيع السكوت عنها. أنا زوجة عاشت سنوات طويلة مع زوجها، شاركته أصعب الظروف وأجمل اللحظات، وبنيت معه بيتاً كنت أعتقد أنه قائم على الحب والاحترام والثقة مثل أي زوجين في الدنيا. كانت بيننا خلافات ومشاكل عادية، لكنني لم أتخيل يوماً أن تتحول تلك المشاكل البسيطة إلى شيء أكبر بكثير. كل شيء بدأ عندما دخلت امرأة إلى دائرة حياتنا بشكل متكرر. في البداية لم يكن الأمر يزعجني أبداً، بل على العكس تماماً. كنت أتعامل معها باحترام وتعاطف، وكنت أرى أن ما يجمعها بزوجي مجرد عمل لا أكثر. كنت أسمع دائما نفس الكلام: هذا مجرد شغل، لا يوجد شيء يدعو للقلق، أنت تبالغين في التفكير. وكنت أصدق، لكن مع مرور الوقت بدأت ألاحظ أشياء لم أستطع تجاهلها: مكالمات طويلة في أوقات متأخرة من الليل، اجتماعات عمل تستمر لساعات طويلة، رسائل واتصالات لا تنتهي، وكلما سألت أو استفسرت كان الجواب نفسه: كل هذا من أجل العمل. حاولت كثيرا أن أقنع نفسي أنني مخطئة وأن غيرتي هي السبب، لكن بداخلي كان هناك شعور غريب يخبرني أن الأمور ليست طبيعية كما تبدو. كنت ألاحظ اختفاء زوجي لساعات طويلة، وعودته في أوقات متأخرة بشكل متكرر. أحيانا كان يدخل البيت قبل الفجر بقليل، وعندما أسأله عن السبب كان يجيبني بكل هدوء وكأن ما يحدث أمر طبيعي. الأصعب من كل ذلك أنني كنت أرى المسافة بيننا تكبر يوما بعد يوم. لم يعد يقضي الوقت معنا كما كان، لم يعد يهتم بتفاصيل البيت أو الأطفال كما اعتاد. كل شيء أصبح مختلفا بشكل لا أستطيع وصفه، وفي كل مرة كنت أحاول فتح الموضوع كان يتم اتهامي بأنني أفتعل المشاكل أو أبحث عن الخلافات. حتى بدأت أسمع كلمات من بعض الأشخاص حولي جعلتني أشعر أنني الوحيدة التي لا تعرف الحقيقة. كنت أرى نظرات غريبة، تلميحات غير مفهومة، وكلمات ناقصة لا يريد أحد أن يكملها. وفي إحدى الليالي حدث شيء لم أستطع تجاهله أبدا، شيء جعل كل الشكوك التي كنت أحاول دفنها تعود مرة واحدة إلى السطح. في تلك اللحظة فقط شعرت أن هناك سرا كبيرا يتم إخفاؤه عني، لكنني لم أكن أعلم أن الحقيقة التي سأكتشفها بعد ذلك ستكون أقسى بكثير مما تخيلت. بعد تلك الليلة لم أعد قادرة على النوم كما كنت من قبل. كل التفاصيل التي كنت أتجاهلها بدأت تتجمع أمامي، وكأنها قطع صورة ناقصة تحاول أن تكشف الحقيقة كاملة. كنت أقول لنفسي: ربما أنا مخطئة، ربما هناك تفسير منطقي لكل ما يحدث، لكن كل يوم كان يحمل دليلا جديدا يجعلني أشعر أنني أعيش في قصة لا أعرف نهايتها. حاولت أن أتحدث مع زوجي أكثر من مرة، حاولت أن أفهم، أن أستوعب، أن أعطيه فرصة ليشرح كل ما يحدث، لكن في كل مرة كنت أخرج بأسئلة أكثر من الإجابات. ومع مرور الأيام أصبحت أشعر أنني غريبة داخل بيتي، لم أعد أعرف أين الحقيقة وأين الكذب، حتى جاء اليوم الذي قلب حياتي بالكامل. في ذلك اليوم وصلتني معلومات لم أكن أتوقع سماعها أبدا. في البداية رفضت تصديقها، قلت: مستحيل، هذا لا يمكن أن يحدث. لكن عندما بدأت أتأكد بنفسي اكتشفت أن كل مخاوفي كانت حقيقية.
شعرت وكأن الأرض انهارت تحت قدمي. سنوات من الثقة والمحبة والتضحيات تحولت فجأة إلى صدمة كبيرة لا أستطيع وصفها. الأصعب من كل ذلك لم يكن ما حدث لي شخصيا، بل ما حدث لأطفالي. كنت أنظر إليهم وأتساءل: ما ذنبهم في كل ما يجري؟ ما ذنبهم أن يستيقظوا يوما ويجدوا حياتهم تغيرت فجأة؟ كانت ابنتي تسألني أسئلة لا أملك لها جوابا، وكان قلبي يتمزق في كل مرة أرى الحزن في عينيها. أما أنا فكنت أحاول أن أبقى قوية، أحاول أن أتماسك، لكن الحقيقة أنني كنت منهارة من الداخل. شعرت أن الأشخاص الذين وثقت بهم جميعا تركوني وحدي أواجه كل شيء. الأشخاص الذين كنت أعتبرهم عائلتي، الأشخاص الذين ظننت أنهم سيقفون بجانبي، وجدت نفسي فجأة في مواجهة مع واقع لم أكن مستعدة له. مرت الأيام وأنا أحاول أن أفهم كيف وصلت الأمور إلى هذه المرحلة. كيف يمكن لإنسان أن ينسى سنوات كاملة بهذه السهولة؟ كيف يمكن أن تضيع الذكريات والوعود وكأنها لم تكن موجودة؟ لكن مع الوقت أدركت شيئا مهما، أن بعض الحقائق مهما كانت مؤلمة تبقى أفضل من العيش داخل الوهم، وأن الكرامة لا يمكن أن تشترى، وأن الإنسان قد يخسر أشخاصا أحبهم من قلبه، لكنه لا يجب أن يخسر نفسه أبدا. اليوم لا أروي قصتي بحثا عن الشفقة ولا لأكسب تعاطف أحد، أنا أحكيها لأن هناك كثيرا من الناس يعيشون نفس الألم بصمت، وأريدهم أن يعرفوا أن النهاية ليست دائما كما يتوقعون. قد تنكسر القلوب، وقد تتغير الحياة، وقد تأتي أيام نشعر فيها أن كل شيء انتهى، لكن الله دائما يخبئ للإنسان ما هو أفضل مما فقده. أما الحقيقة التي حاول البعض إخفاءها طويلا فقد ظهرت في النهاية، والأيام وحدها كفيلة بأن تكشف كل شيء.